عمرك سألت نفسك ازاي ممكن تحول قطعة أرض في الغابة لقصر بمليارات؟ الفيديو ده هياخدنا في رحلة بناء واحد من أضخم القصور. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على سيدنا محمد واشترك معانا دلوقتي في قناة خطة. عايزين نوصل ل100 ألف مشترك في أسرع وقت، ويلا بينا نبدأ على طول. بنبدأ بمرحلة تنظيف الأرض عشان يفضي المكان تماما للقصر اللي هيتبني، وفي عربية نقل تقيلة ورا، ودي اللي هيتحمل فيها المخلفات دي كلها وتخرجها بره الموقع بعيد. بعد كده بيبدأوا يحددوا مكان القصر بالظبط، وبعدها بيبدأوا يحفروا الأساسات. هنا بيحفروا عشان يعملوا بدروم للبيت، مش مجرد أساسات عادية على وش الأرض. في البداية بيبدأوا يعملوا تحديد للمساحة اللي هيتبني عليها الجدران الأساسية، ودلوقتي البلدوزر شغال بيلم التراب اللي طلع من الحفر. بعدها دخلوا في مرحلة فرش ودك طبقة الأساس. في الأول بيفرشوا طبقة من الزلط الصغير في أرضية الحفرة، ودي بتبقى تحت الخرسانة عشان توزع الأحمال وتمنع الرطوبة. وبعد كده دخلوا على التسوية، وبتتحرك فيه العربية رايح جاي عشان تضمن ان الأرضية بقت ميزان تماما قبل ما يبدأوا يصبوا فوقها. والمهندسين واقفين في الموقع وبيحددوا أماكن الجدران والأعمدة بناء على التصميم. وأخيرا الصب بدأ، ولو ركزتوا هتلاقوا ان هما بدأوا يركبوا خطوط طولية وعرضية، وهي دي بقى شدات الخشب اللي هيتحط فيها الحديد ويتصب فوقها الخرسانة، وهي دي اللي هتشيل القصر فعلا. وهتلاحظوا معايا ان العامل بيستخدم المنشار الكهربائي عشان يقطع اسياخ الحديد للاطوال اللي هو عايزها عشان يقدر يحطها جوه الشده الخشبيه بكل سهوله. وهنا وصلنا لاهم مرحله في تاسيس البدروم، وهي صب حوائط الخرسانه المسلحه. وبنشوف قدامنا خرطوم المضخه وهو بيصب الخرسانه من فوق داخل القوالب دي، وهم هنا بيعملوا الحوائط السانده اللي هتشيل سقف البدروم وتشيل ضغط التراب اللي حوالين البيت. والحوائط دي طبعا ما ينفعش يعملوها بالطوب الاحمر عشان الطوب ده مع الوقت ممكن يتآكل مع الرطوبة، لأن كل ده طبعا هيكون تحت الأرض. وبيكملوا صب الخرسانة في الشدة الخشبية، وفي عامل تاني واقف بيساعد عشان يضمن إن الخرسانة ما يبقاش فيها أي فراغات هواء أو تعشيش يعني، ويخليها تتوزع صح جوه الحديد. وبعدين بقى بيروحوا للأرضية، والعامل بيصب القواعد الداخلية بالخرسانة، والأرضية دلوقتي بتكون مفروشة بالزلط الصغير. وهنا العامل بيصب كمية خرسانة في مكان محدد وسط الزلط ده، وبيسويه بالمسطرين عشان تكون مستوية تماما. والقواعد الصغيرة دي هي اللي هيركب عليها الأعمدة الداخلية. ودلوقتي بعد ما خلصوا مرحلة صب الخرسانة بيبدأوا انهم يفكوا الشدة الخشبية واحدة واحدة. بيبدأ يظهر قدامنا جدران الخرسانة بشكلها النهائي القوي جدا، وهم دلوقتي بيمهدوا الأرضية اللي حوالين الجدران عشان يبدأوا يعزلوا الجدران من بره ويدهنوها كمان قبل ما يردموها بالتراب من تاني. وبعد ما خلصوا عملية العزل والدهان دخلوا في مرحلة الردم. بدأوا انهم يملوا كل الفراغات اللي حوالين الجدران وبيسويها كويس جدا عشان يوصل لمنسوب معين، وبعدين بيبدأ يدق الأرضية عشان يبقى المكان جاهز للحركة حوالين المبنى. والعمال دلوقتي كانوا شغالين في خطين، جزء بيساوي الأرض زي ما قلنا والجزء التاني لسه بيصب الخرسانة. والعمال بيمشوا بالترتيب عشان يغطوا المساحة دي، ومن الواضح كده انهم بيصبوا ممر أو رصيف خارجي حوالين القصر. والهدف هنا ان السطح يطلع كله ميزان واحد قبل ما الخرسانة تنشف. وهم حاليا حققوا خطوة كبيرة جدا، ودي مرحلة اكتمال الهيكل الخرساني الأساسي للبدروم. وزي ما احنا شايفين كده كل الخشب والتدعيم اللي فات اتشال وكل حاجة بقت جاهزة. وبنشوف العمال وهما بيظبطوا ألواح الخشب في السقف فوق، وده معناه انهم هيبدأوا يبنوا جسم الدور اللي فوق البدروم. في الأول بيرصوا ألواح خشبية تقيلة بالعرض وبمسافات قريبة جدا من بعضها، ودي هي اللي هتشكل الشاسيه بتاع الأرضية اللي الناس هتمشي عليها فوق. وبعدها بيغطوها بألواح خشبية كبيرة جدا، ونوع الخشب ده اسمه OSB، وده بيكون عبارة عن خشب مضغوط عشان يعملوا سطح مستوي ونضيف. والعمال بيستلموا الجمالون وهو متعلق ويثبتوه فوق الحوائط، وبيستخدموا في التثبيت مسامير وزوايا حديد، وبيستخدموا خشب بالعرض عشان يربطوا المثلثات دي ببعض، وبيتأكدوا ان كله موزون مع بعضه، يعني مش مايلة ولا يمين ولا شمال. وبعد ما الجمالونات اتثبتت بيبدأوا انهم يغطوها بألواح خشب عشان يعملوا السطح اللي هيتركب عليه العزل. وهتلاحظوا هنا ان السقف متغطي بطبقة رمادي، ودي مادة عزل بتتحط فوق الخشب مباشرة عشان يضمن ان لو في اي مية عدت من الغطاء الخارجي ما توصلش للخشب وتخليه يرطب. والعمال بعدها بدأوا انهم يركبوا الكرميد اللي هو القطع السوداء اللي بتترص فوق بعضها، والرص بيبدأ من تحت لفوق بنظام عشان المية لما تنزل ما تقفش على السقف او تعدي ما بينهم. وبعدين نزلوا تحت من تاني، وزي ما نقول كده بدأوا انهم يبنوا العظم بتاع البيت. بيحددوا الغرف والممرات وبيدعموا المساحات الواسعة دي بالحديد عشان يضمنوا ان البيت يفضل مفتوح من غير اي اعمدة تضايق النظر. وزي ما احنا شايفين في المرحلة دي الفريق متقسم على مهمات، فريق شغال في تركيب الشبابيك والابواب وفريق تاني شغال في التشطيب.
وهم حاليا بيكملوا الأرضية بتاع البدروم، بيفرشوا العزل وبيصبوا خرسانة ويسووها عشان تكون أرضية صلبة ومستوية للمكان. وفريق تاني شغال على التصريف، وهتلاحظوا وجود قماش اسود ومواسير سودة وكمان حصى، والعمال بيفرشوه. وده هيكون عبارة عن نظام صرف صحي فرنسي، وده وظيفته انه يجمع المية بتاع المطر او المية اللي في التربة بعيد عن الاساسات عشان البيت يفضل ثابت لسنين كتير قدام. اما هنا هما شغالين في بناء طبقة حماية وديكور خارجي، بيستخدموا المسطرين عشان يفرشوا المونة ويرصوا الطوب بدقة، وبيسيبوا فراغ بسيط بين الطوب والخشب عشان التهوية. ونروح بقى الورشة ونشوف ازاي بيعملوا الفورمة بالكمبيوتر بدقة 100%، والحواف بتطلع ناعمة ومش محتاجة صنفرة كتير. ودي تكنولوجيا بتوفر وقت ومجهود خرافي مقارنة بالشغل اليدوي، وبيركبوها قبل ما يركبوا الجبس عليها. وهنا دخلنا في مرحلة العزل الحراري للجدران، ودي خطوة أساسية مهمة جدا خصوصا في البيوت اللي هيكلها خشب. في الأول بيرشوا مادة الفوم، ودي بتكون عبارة عن مادة سايلة بتترش على الخشب، وأول ما بتلمس السطح بتتمدد وبتتحول لرغبة صلبة بتملى كل الفراغات والشقوق الصغيرة. ودي تعتبر أقوى نوع من أنواع العزل، لأنها بتمنع تسريب الهواء تماما وبتحافظ على درجة الحرارة جوه البيت، وكمان بتشتغل كعازل صوت. وبعدها بيحطوا ألواح الصوف الصخري، ودي برضو بتكون عازل حراري وعازل صوتي. في الأول بيقطعوا الألواح دي بالمقاسات المظبوطة وبيدخلوها بين القواطع الخشبية لحد ما بيغطي الجدار كله. وهم دلوقتي بيجيبوا الخرسانة من الخلاطة الكبيرة ويوزعوها في الأماكن الضيقة والبعيدة عشان يضمنوا إن الخرسانة تغطي كل الزوايا وتحوط كل المواسير كويس من غير ما تكسرها. وكان في جزء تاني شغال على بناء الجراجات، وبيبنوه بنفس الطريقة والخطوات اللي بنوا بيها القصر زي ما شفنا في البداية. وببساطة المبنى ده بيبني بنفس مستوى القصر الأساسي، يعني مفيش هنا أي فرق في جودة العزل أو الخامات اللي استخدموها، كله واخد أعلى مستوى من الخامات. ونرجع تاني لحمام السباحة، بيحفروا المكان بتاعه وبيعزلوه كويس جدا، وبعدين بيبنوا الجدران بتاعته، وكل ده شغال بالتوازي مع التشطيبات بتاع البيت من بره عشان الموقع كله يخلص مع بعضه. والعمال هنا شغالين بيحطوا طبقة البطانة في حمام السباحة، ودي الطبقة اللي بتخلي ملمسه ناعم من جوه وبتسد أي مسام في الخرسانة قبل مرحلة الدهان أو التبليط. وبيدخلوا تاني جوه البيت، والمرحلة اللي احنا فيها دي هي دهان الجدران. وبدل ما يستخدموا الدهان التقليدي بالرولة جابوا الكمبريسور، وبدأ العمال انهم يستخدموا مسدسات الضغط عشان يغطوا المساحات الواسعة والسقف بسرعة. وبيداروا هنا الفواصل بتاع الجبسون بورد، والهدف النهائي هو توحيد اللون بتاع الجدران ويجهزوها انها تستقبل طبقات اللون النهائي اللي هتدي للبيت شكل فخم. وكمان بنشوف العمال وهم بيركبوا التيجان على قمة السقف والمدخنة، وده يعتبر من اللمسات الجمالية الأخيرة لسقف البيت اللي معمول من الكرميد. وبعدها بنشوف شبكة حديد التسليح القوية جدا في أرضية وحوائط حمام السباحة، وكمان بيركبوا مواسير السباكة البيضاء اللي هتكون مسؤولة عن الفلاتر وفتحات سحب وطرد المية. وبعدها بيبدأوا عملية رش الخرسانة تحت ضغط عالي، ودي تقنية بيستخدموها في حمامات السباحة عشان الخرسانة تمسك في حديد التسليح وتعمل هيكل قوي جدا مقاوم لتسريب المية. وهنا العمال بيستخدموا القدة عشان يسووا سطح الخرسانة وينعموا الحواف بتاعتها قبل ما تنشف. وبعدها بدأوا انهم يصبوا الخرسانة على الأرضية فوق الطبقة بتاع الحصى وحديد التسليح، وبيساووا السطح بعدها كويس جدا وبيخلوه في مستوى واحد قبل ما تنشف. وبعد ما الخرسانة بتبدأ تتماسك العمال بيحطوا قوالب سيليكون وليها مقابض، والقوالب دي عليها نقوش بتطبع شكل الحجر أو الطوب على الخرسانة وهي لسه طرية، وبيستخدموا أداة تقيلة عشان يدقوا فوق القوالب دي، وده بيضمن إن النقشة تطلع عميقة وواضحة في الخرسانة. والدخان أو البودرة اللي ظاهرة في الجو ده عبارة عن بودرة عزل بتمنع القوالب من إنها تلزق في الخرسانة، بتحافظ على التفاصيل كويس جدا عشان تكون الأرضية شكلها زي البلاط الحجري بالظبط، لكنها في الحقيقة خرسانة صلبة وقطعة واحدة. وبندخل بعدها على مرحلة تركيب الأرضيات، وبيستخدموا هنا مكنة قص يدوي وكمان منشار كهربائي بيشتغل بالمية عشان يعملوا قطع دقيق في البورسلين. وبالمناسبة النوع ده من التقطيع هو اللي بيخلي شكل البلاطة في الآخر عامل كأنه مقطوع بالليزر، ومن غير ما يبقى فيه أي فروق واضحة بين البلاطة والتانية. وفي هنا عامل بيركب بلاط صغير في أرضية الكابينة بتاع الدش. وبعدها بنروح لمرحلة تركيب الأرضيات الخشبية، وبنشوف الفني هنا بيستخدم مسدس المسامير وبيثبت المسمار في اللسان بتاع خشب الأرضية بزاوية معينة، بحيث لما يركب الخشبة اللي بعدها المسمار يتدارى تماما وما يبانش منه أي أثر على الوش. وبعدين بيبدأوا إنهم يعملوا الكرانيش بتاع السقف. بنشوف الفني وهو بيقطع الخشب عشان يضمن ان الاركان تكون قافله كويس على بعض، وبعد كده بيركبها في السقف وبيقفل كل التفاصيل اللي بينهم عشان يلغي اي فراغات موجوده. وفي الاخر بيرش السقف كله من تاني عشان يدي طبقه دهان ناعمه تظهر الشغل اللي عملوه وتخلي السقف باين كانه قطعه واحده. وحمام السباحه دلوقتي وصل لمرحله العزل المائي اللي بتترش او تدهن فوق الخرسانه، وده طبعا بعد ما الخرسانه نشفت، ودي طبقه حمايه مخصصه لسد المسام ومنع تسريب المياه للتربه، وهي مرحله اساسيه بتتعمل عشان يختبروا جوده حمام السباحه ويضمنوا سلامه الاساسات قبل ما يبداوا في لزق السيراميك او الفينش النهائي. وهنا العمال بينزلوا كراتين الارضيات من العربيه النقل وبيدخلوها جوه القصر،
والكراتين دي عبارة عن خشب طبيعي بيجي متغلف عشان يحافظوا عليه من الرطوبة، وبيستخدم كطبقة أساس أو كجزء من تجاليد الجدران والديكورات الخشبية. وبنشوف الجراج وصل لعملية تسوية الأرض، واستخدموا هنا اللودر الصغير عشان يضمنوا الصلابة. وبعدها بتيجي مرحلة صب الخرسانة، وده بيجهز الهيكل الأساسي للأرضية اللي هيتبني فوقها. وده زي ما شفنا في مرحلة القصر، وهم ماشيين هنا بنظام الشرايح، يعني بيصبوا جزء ويسيبوا جزء. وده تكنيك هندسي بيتعمل عشان يتحكموا في فواصل التمدد بينهم، وبكده يضمنوا ان الأرضية دي ما تشرخش وتطلع مستوية تماما. وبنرجع من تاني ندخل جوه القصر ونشوف الفريق اللي شغال. جزء منه بيكون شغال على مادة لزق الخشب على الأرضية عشان يركب خشب الباركيه، بيصبوا المادة بتاع اللزق على الأرضية، وبيستخدموا مالك مشرشر عشان يوزع المادة دي بشكل متساوي. وده بيضمن ان الخشب يمسك كويس جدا في الأرضية ويفضل ثابت وما يفكش مع الوقت. وبعدين بنلاقي عامل بيركب السلالم الخشب وبيثبتهم كويس جدا عشان يضمن ان السلم يكون متين وما فيهوش اي فراغات تعمل تزييق مع الوقت. وطبعا بيقفل الزوايا بدقة عشان الشكل النهائي يطلع مظبوط. وكمان النجار شغال على منشار الاركت عشان يقطع خشب السلم او الوزرات بمقاسات وزوايا معينة. وطبعا الخطوة دي مهمة جدا عشان يفرغ الخشب او يشكله حسب ما هو عايز. ولو طلعنا لبره هنلاقي فني بيجهز القاعدة الخرسانة وبيثبت فيها المسامير الطويلة، وبعدين بيركب القايم المعدني الرئيسي ده وبيربطه بصواميل قوية جدا. وطبعا بيتأكد من ميزان المية عشان القايم ده يكون عمودي على الأرض. بعد كده بيبدأ يجمع الأذرع بتاعته ويركب لوحة السلة الإزاز، وفي الآخر بيثبت الشبكة والحلقة عشان الملعب يكون جاهز. وبنلاقي العمال شغالين في مرحلة التشطيب وبيركبوا هنا البلاط على الحواف. وطبعا التقفيل ده هو اللي بيدي شكل الجمالي النهائي وبيمنع تسريب المية. وهم هنا شغالين على تقفيل الملعب وبيركبوا فيه أرضية بلاستيك متينة بنظام التعشيق، وبيخططوه كويس عشان ينفع لكرة السلة والتنس. وبنشوفهم بيحطوا بلاط المشايات حوالين الملعب وبيردموا المناطق اللي لسه تراب عشان يجهزوا الأرض لللاندسكيب أو الزرع. وده قدامنا التصميم الهندسي المتكامل للمكان وتوزيعة الملعب بالنسبة للبيت. ودلوقتي بدأوا يشتغلوا على تركيب الأحواض واللمسات الأخيرة. وبنرجع بره من تاني وبيكملوا الشغل في الأرض اللي جنب الملعب. وهم هنا بيستخدموا اللودر الصغير عشان يساوي المنسوب العالي من التربة ويبنوا جدار ساند من الحجر عشان الأرض ما تنهارش على الملعب. ومعاها بيفردوا طبقات عزل ومواسير صرف عشان يضمنوا ان مية المطر تتصرف بعيد وما تضغطش على الجدار او تبوظ الفينش. وفي نفس الوقت بيفرشوا الزلط في الأرضية اللي تحت عشان يجهزوا المساحة دي للتبليط او الزراعة، ويبقى الشغل كله زي بعض. ونروح بقى للورشة، وهنا بنكون دخلنا في مرحلة تقطيع الرخام. وبيستخدموا هنا مكنة CNC، ودي عبارة عن مكنة بتقطع الرخام بشكل آلي عشان يضمنوا ان المقاسات تطلع بدقة. ولو خدت بالك من المية اللي نازلة بغزارة دي، بتكون فايدتها انها تبرد الاسطوانة بتاعة التقطيع وتمنع التراب بتاع التقطيع ان هو ينتشر في المكان. وحاجة تالتة مهمة انها بتحافظ على الرخام من الكسر او الشرخ بسبب السخونة وقت التقطيع. وهنا بقى دخلنا في الفينش بتاع الديكور الداخلي، وتحديدا دهان وتجهيز السلم الدوار. وبنلاقي الفني هنا شغال في دهان الجانب الخارجي للسلم. هو بيستخدم الفرشة عشان يدهن المناطق الضيقة والزوايا اللي محتاجة دقة، ودي لسه طبقة بطانة قبل اللون النهائي. وبعدين بيبدأوا في تجليد الحوائط بالخشب وبيثبتوها مكانها عن طريق الغيرة ومسدس المسامير. وبعد ما يخلصوا التركيب بيستخدموا صنفرة الكهرباء عشان ينعموا الخشب ويساووا الفواصل. والهدف من كل ده ان الجدار في الاخر يظهر كأنه قطعة ديكور واحدة ويكون جاهز على الدهان النهائي. وشايفين خطوة تركيب ألواح الرخام دي على الجدران؟ العملية دي بتكون في منتهى الدقة والصعوبة، لأن اللوح الواحد بيكون ضخم جدا ووزنه تقيل طبعا، فبيحتاج فريق كامل عشان يشيلوه مع بعض عشان يضمنوا ان هو ما يتكسرش. وبيلزقوه بمواد كيميائية قوية جدا عشان يثبت على الجدار ويدي شكل جمالي فخم. واحنا دلوقتي دخلنا في مرحلة التشطيبات النهائية، ودي اللي بتدي القصر روحه وشكله النهائي. وهنلاقي هنا العمال شغالين على صنفرة وتنعيم القوايم الخشب بتاع السلالم، وبيستخدموا هنا مكن صنفرة يدوي عشان يخلوا ملمس الخشب ناعم قبل الدهان او الورنيش. وكمان بيركبوا نجفة ضخمة في السقف، والتثبيت هنا لازم يكون متين عشان يستحمل الوزن ده. وفي نفس الوقت في فني بيركب كشافات الإنارة الخارجية، ودي وظيفتها انها تبين الجمال بتاع واجهة القصر الحجرية وتدي فخامة اكتر للمكان. وهنا بقى بدأوا يدهنوا الجدران بالكمبريسور، بيدهنوا الغرفة كلها بلون اسود مط، واستخدموا المسدس ده هنا لانه بيوصل للاماكن الضيقة
والزوايا المحفورة في الجبسون بورد بسهولة، وبيدي طبقة متساوية تماما. وبعدها بدأوا يرشوا الجدران باللون الأسود بنفس طريقة الدهان اللي قلنا عليها. وهنا العمال شغالين في تركيب القواطع الزجاج، ودي بتتعمل عشان يقسموا المساحات زي مكاتب أو غرف ملابس كده. بيبدأ يقص المجرى المعدني الأسود على المقاس المطلوب، وبعدين بيثبته في الأرضية والسقف بالملي، وبيستخدم هنا ميزان الليزر عشان يتأكد من مكانه. وفي الآخر بيحط لوح الإزاز السيكوريت في مكانه، وبيستخدموا هنا شفاطات عشان يقدروا يمسكوا الإزاز بيه. وبنطلع بره وبنشوف العمال وهم بيخلطوا المونة بالشنيور، وبعدين بيفردوها على الأرضية فوق طبقة العزل، وبيرص قوالب الطوب بشكل 7 في 8. وبيستخدموا هنا فواصل خشبية صغيرة عشان المسافات تطلع متساوية بالملي. وفي الآخر بيملى الفراغات اللي بين الطوب عشان الشكل النهائي يطلع نظيف ومظبوط. وبعدين بيبدأوا إنهم يدهنوا الوش الأخير لجسم حمام السباحة من جوه، وبيستخدموا هنا مادة مقاومة للمية، وبيفردوها كويس جدا على كل جزء في حمام السباحة عشان يغطوا بيه كل الخرسانة الخشنة. وفي جزء تاني من الفريق بيتعاونوا في رفع وتحريك وحدة خشبية ضخمة عشان يحطوها في مكانها المخصوص ورا الأبواب الإزاز، وقعدوا يحركوها واحدة واحدة لحد ما تأكدوا إن القطعة دي دخلت في التجويف اللي في الجدار بالملي من غير ما تتجرح أو تخبط في أي حاجة حواليها. واحنا من شوية شفنا عملية تقطيع الرخام على مكنة CNC. دلوقتي بقى بعد ما خلصوا بتتحمل على عربية نقل مجهزة بستندات خشب عشان تفضل واقفة وما تتكسرش في الطريق، وبياخدوها للموقع بتاع القصر. وبنشوف العمال متجمعين حواليها وبيشيلوا الرخامة سوا وبيحطوها على الشاسيه بتاع المطبخ. ولازم هنا يشتغلوا بحذر شديد جدا، لأن غلطة واحدة ممكن تقسم الرخامة هنا نصين وتضيع كل الشغل اللي فات، وبكده يكونوا عملوا الكاونتر توب بتاع المطبخ. وبعد كده بقى نروح على تجهيز صالة الجيم اللي موجودة في القصر. في الأول بيحددوا المقاسات وأماكن التركيب بدقة على الجدران، وبعدين بيشيلوا المرايات باستخدام الشفاط وبيلزقوها بمواد مخصوصة في أماكنها المحددة على الجدران، وبيتأكدوا إن كل الألواح موزونة كويس جدا عشان تطلع في النهاية عبارة عن جدار كل مرايات ومن غير أي عيوب. وبعدين وصلت الأجهزة الرياضية للصالة بتاع الجيم، بدأوا يركبوا ويجمعوا كل الأدوات واحدة واحدة لحد ما خلصوهم ورصوا كل حاجة في مكانها. وبكده الجيم بقى جاهز، وبيطلعوا بره وبيبدأوا إنهم يركبوا برجولة بتصميم مودرن كجزء من واجهة الفيلا. في البداية بدأوا إنهم يقطعوا العلب الحديد ويجهزوها بالصاروخ، وبعدين بيثبتوا الأعمدة الرئيسية في الأرض باستخدام المسامير، وده عشان الهيكل بتاع البرجولة تقيل جدا ومصنوع من الحديد زي ما قلنا. واستخدموا هنا ونش عشان يرفعوا البرجولة ويثبتوها فوق الأعمدة دي، وبعدين ربطوها في الأعمدة ولحموها كويس جدا. ونرجع تاني للورشة وبنشوفهم هما بيقطعوا الحديد بضغط المياه العالي جدا عشان يضمنوا ان الاشكال تطلع بحواف ناعمة ودقة متناهية زي شعار باتمان اللي في الصورة ده. وبتيجي مرحلة الفينش النهائي، بيصنفروا القطع كويس جدا عشان يشيلوا اي خشونة في السطح، وبعدها بينضفوها ويجهزوها للدهان، وبعدين بيدهنوها باللون اللي هم عايزينه. وبكده يكونوا عملوا قطعة ديكورية مميزة ويقدروا انهم يحطوها في اي حتة في البيت. وفي الاخر بينقلوا اساس البيت، وواضح ان كل قطعة فيه مدروسة بدقة ومختارينها كويس جدا، وبيحطوا كل حاجة مكانها. وبكده القصر بقى جاهز أخيرا. وهسيبكم بقى تستمتعوا بالتحفة الفنية دي وتشوفوا النتيجة النهائية بعد كل الشغل اللي عملناه ده. والفريق هنا اشتغل بمهارة عالية جدا، وشكل القصر لما خلص حرفيا بقى من عالم تاني. وبس كده هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معانا دلوقتي في القناة، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه رأيكم في المشروع ده وعايزين تشوفوا مشاريع ايه في الفيديوهات اللي جاية. واشوفكم الفيديو الجاي.